1956 انطلقت صافرات الإنذار ورددت مكبرات الصوت أمر بنزوح الأهالي من بيوتهم وأرضهم، وفجأة أكتر من 520 شهيد دفعة واحدة، ودي كانت أكبر خيانة لأهل خان يونس. الأصل بيكون مكان أو اسم ثابت بيعبر عن وجود قديم. بئر سبع مثلا وجود لا يمكن إنكاره، الجليل، عكا وحيفا، مرورا بالقدس ورام الله وغزة ولحد صحراء النقب في الجنوب. هي أرض واقع لا يمكن تغييره، علم بيعكس ويأكد أساس ذكرى الحق. عشان كده هنتكلم في سلسلة خفيفة أتمنى تفضل موجودة كوثيقة تثبت أصل الأرض، وبالتالي مين أهل الأرض من تراثها اتولد ونشأ أصحابها. هنحكي مع بعض إزاي لحد اللحظة دي الأرض بنفسها بتأكد ملكية وأحقية أهلها في أصل الأرض. يونس النورازي دودار 1387 في عهد المماليك أسس مدينة خان يونس، وعشان هي مدينة تجارية والتجار اتعودوا يسكنوا فيها عشان كده اتسمت بالخان، لأن الخان هو المكان الذي يسكن فيه المسافرون، وعشان كده كلمة خان كانت بتعبر إنها مدينة تجارية وجسر الكثير من الغزوات. اتأسست خان يونس على أنقاض المدينة الكنعانية جنيس، وعشان هو اسم صعب هسهلها عليك واقول لك مدينه القلعه، لان يونس النورازي انشا فيها قلعه برقوق، وكان هدف القلعه خدمه القوافل التجاريه وتكون محطه بريد ما بين مصر وبلاد الشام. ده كان تاريخ تاسيس خان يونس. وليه اتسمت خان يونس؟ بس ليه اتسممت خان يونس؟ تاريخ خان يونس في البطوله والمقاومه بدا 1948 لما استقبلت خان يونس 35,000 لاجئ من بير السبع وعسقلان. وقتها ارض خان يونس اصبحت مرويه بدم شهداء لانها اكتر مدينه ضحت في الحربين 56 و67. نبدأ بمجزرة 56، أكبر خيانة وعقاب جماعي بدون أي سبب حصل لأهل خان يونس بأبشع الطرق. أهل المدينة ما كانش عندهم أي فكرة عن بشاعة المجزرة لحد ما الاحتلال سمح لهم دفن جثث الشهداء. إجت عليه الدورية ولد عنده. شوف الحقد الصهيوني، الحقد اليهودي اللي لا يبالي في مسلم. حقد أصل مزروع، شجرة مزروعة حقد اسمها الحقد. قتلوا أولاده كيف؟ قول لي كيف قتلوا؟ قال يا شيخ مد رجليك ما ادري كيف؟ قال يا ابن الحسن نم على رجله هذا، ولا يا ابن ايمن قال نم على رجله هذا، لان يموهم على يديه التنتين هم هذا الرجلين. ويجي الكلب اللي منهم كلب حط البرودة في راس واحد منهم لما مضته، وحط البرودة لما قتلوا وطخوهم على الاثنين اولاد الاثنين. هل هذه مجزرة ولا ايش بتقول عنها؟ اكبر من مجزرة هيك اللي بدك؟ قعدوا الشيخ واولاده في حضنه على فخاده رؤوسهم ويطخخوهم على راسه. وهنا لحظة الصدمة لما اكتشفوا ان في 400 شهيد مقتولين برصاص من الجزء الخلفي في الراس. اتقتلوا غدر من اصحاب القردة والخنازير. وبعدها اكتشفوا اكتر من 270 شهيد في المخيم نفسه. وما كانتش دي الخيانة الوحيدة ولا كان ده الغدر الاخير. بعد 67 رفض الاحتلال بإعادة بناء البنية التحتية وبوروا كل أراضيها، الأرض اللي كانت أكتر أرض خصبة في القطاع كله، وكانت تعتبر سلة الغذاء للقطاع عشان تمنع أي إمدادات بالأكل للقطاع كله زي ما بيحصل دلوقتي. بس ما تقلقش ولا تيأسوا من روح الله، بعد كل المعارك والمقاومة اللي حصلت وقتها ربنا أنعم على خان يونس بالتحرير. اتحررت 2005 لما انسحب الاحتلال بالكامل من قطاع غزة أرض العزة. في النهاية مدينة تأسست 1387 في القرن ال13 في عهد المماليك على أرض كنعان، فيها باكة عموري وقلعة برقوق، وفيها متحف العقاد، متحف كل شبر فيه تراث بيثبت إن الأرض الفلسطينية. تبقى بتاعت مين؟ التاريخ ممكن يتحرك، بس الأرض دايما هتحكي قصتها. أرض ملهاش غير مالك واحد بس، صاحب أرض واحد بس، طرف واحد بس، ونقيض وعدو اسمه الاحتلال الحقير الإسرائيلي. معرفش عنه حاجة غير إنه عمره ما اتحاسب على جرايمه، وبيحاول يصنع بالدم ورقة ملكية للأرض، ولكن الأرض تشهد بالدم إن إحنا أصل الأرض.